بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. قبل ما ندخل بقى على الفيديو، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو مش مشتركين، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. النهارده بقى كده فيديو جديد من اكلات العيد، عيد الاضحى. كل سنه وانتم طيبين. هنعمل النهارده الفشه والكرشه. في اغلب الناس مش بتحبها، بس يعني لو مره كده ولا مرتين في السنه بتبقى حلوه جدا. هنا انا معايا كده الفشه، ودي الكرشه مغسوله كده وزي الفل زي ما انتم شايفين. ومعايا كمان الزور، بحبه جدا. انا ما باكلهاش يعني كتير، هي مره ولا مرتين بالكتير في السنه، ومش بتطلب معايا يعني حسب ما بلاقيها بقى يعني وكده. ف بناكلها، تبقى حلوة جدا برضو تغيير عن الأكل. كنت حاطة كده مية تغلي على في الحلة، وأول ما غليت كده نزلت بالفشة والكرشة مع بعض. في ناس مش بتسلقها خالص، بتشوحها كده في حلة فاضية، وهي بتنزل المية بتاعتها، وبعد ما بتنزلها بتشربها تاني، وبعد كده يطبخوها عادي. لكن انا بحب اسلقها، لان بيبقى المية اللي انا بسلقها فيها دي برميها وبغسلها كويس، فبتنزل كل اللي فيها يعني، والدهون والحاجات دي كلها في المية اللي انا بسلقها فيها. بس برضو هحط لها طماطمايه وبصلايه وفصين حبهان وورق لورا، علشان ما تعملش ريحة في البيت، عشان بيبقى ريحتها يعني مش كويسة. بس لما بتبقى نضيفة ومغسولة كويس بالملح والخل بقى والليمون وكده، فمش بتعمل ريحة قد كده. فحطيت لها هوت بصل وطماطمايه وورق لورا واتنين من الحبهان، وبدأت كده اسلقها. هسلقها بقى وهكب المية بتاعتها. هي كده استوت تماما يعني، ما شاء الله استوت خالص. فهغسلها بقى كده وهبدأ اقطعها علشان اشتغل فيها. هعمل النهارده صنفين منها، واحد بالصلصة والتاني هشوحه كده ناكله بالعيش. حطيت كده في حلة شوية من الزيت، وبصلاية كده صغيرة مبشورة، وهتدبلها خالص، هديها اللون الذهبي، وبعد كده هنزل عليها بصلصة، وتكون صلصة كتير ومركزة زي ما انتم شايفين كده، علشان تتاكل كده مع رز ابيض. بتبقى اكلة حلوة جدا، وبيسموها الكمونية. فانا هعملها النهارده، بس مش هحط لها حمص الشام، لان انا يعني ما كانش عندي، فقلت اعملها من غيره يعني. بس هي في الاساس بتتعمل بحمص الشام، بتبقى حلوة جدا، وبيبقى طعمها حلو جدا جدا ومختلف. فاول ما البصل كده اخدت لون، نزلت عليها بالصلصة، وهسيبها تتسبك خالص، وبعد كده هنزل عليها زي ما انتم شايفين كده. انا قطعتها كويس وركنتها على جنب. طاسة كده حطيت برضو فيها شوية زيت صغيرين، وهنزل بربع كيلو من الكبدة، تكون متقطعة شرايح رفيعة جدا، وهبدأ اديها صدمة كده وتشويحة الاول. الاكلة دي بقى حلوة جدا. انا مش بحب اللي بالصلصة، بس انا عملتها لجوزي يعني، فانا بحب اللي هي بتاعة المطاعم دي، بتبقى حلوة جدا جدا وطعمها جميل. فشوحنا كده الكبدة. ولو عندك كمان كفتة، تعملي كده لحمة مفرومة، تعمليها كفتة على شكل كور، وتحطيها مع الكبدة برضو والفشة والكرشة. بس انا كنت للأسف عاملاها قبلها بيوم، ولو كنت يعني جه في بالي كنت سبتها للأكلة دي، لأنها الأكلة دي بجد خطيرة جدا. نزلت كده بالكمية اللي معايا اللي أنا قطعتها، زور بقى وفشة وكرشة، واديتها تشويحة. بتحطي كمان معاها الكفتة اللي هي على شكل كور، بتبقى رهيبة. جربوا الطريقة دي هتعجبكم، والعيد جاي بقى ان شاء الله نعملها معاكم، تبقى حلوة جدا. هننزل كده بفصين من التوم حلوين كده، عشان هي بتحب التوم، وهنزل بنقطتين من الخل، تديها بقى ريحة فظيعة وطعم رهيب.
هديها بقى تقليبة. طبعا هي مستوية خالص، انا يا دوب بشوحها بس كده علشان كله ياخد من بعضه. وطماطمايه كده حلوة قطعتها قطع صغيرة هنزل عليها، وقرنين من الفلفل الحامي، ودي لازم تتاكل حامية شطشطة كده علشان بتبقى أكلة كده حرشة، وبتتاكل طبعا بالعيش وبتبقى خطيرة. دي بقى بنشتريها كده سندوتشات من بره، بتبقى حلوة جدا. هنحط كده شوية من الملح وشوية من الفلفل بس كده، مش هحط لها اي بهارات خالص، هي ملح وفلفل بس، وبتبقى أكلة جميلة جدا. اهو حطينا بقى شويه من الفلفل، وهقلبها تقلبتين، وبعدين هطفي عليها لانها هي كده مستويه خالص، ما فيهاش اي حاجه، يا دوب هي الكبده بس اللي هتاخد سوا. بس انتوا عارفين الكبده مش بتاخد سوا كتير جدا. بس كده ما اقولكوش بقى على الريحه والطعم الخطير، طعمها حلو جدا. في ناس كتير مش بتحبها، بس لو جربتيها بالطريقه دي هتعجبك وهتدمنيها. ما شاء الله كانت حلوة جدا وطعمها جميل. هسيبها بقى كده تشكشك شوية كده مع بعضها، وبعدين هحط لها بقى شوية كده من الشطة علشان تبقى مشطشطة زي ما قلت لكم، وبعدين هطفي عليها وخلاص كده دي استوت خالص وكده خلصت اهي. هنغرفها بقى كده مع بعض، ناكلها بقى بعيش كده وشيبسي وحاجات من دي، بتبقى طعمها حلو جدا. وطبعا عملت شوية رز ابيض، عملت شوية صغيرين كده لان احنا هناكل دي بالعيش ودي هتتاكل بالرز اللي عايز يعني. نزلت كده بفص توم برضو، والمفروض كان يبقى مع البصلة فانا حطيته كده مش مشكلة، ونزلت بيها كده واحط لها شوية من الملح والفلفل وشوية صغيرة من الكمون، وهتاخد غلوتين بس كده مع الصلصة وتتشرب كده الصلصة بتاعتها، وبعد كده هطفي عليها وتبقى الأكلة كده معانا خلصت. وما أخدتش وقت معانا، هحط لها زي ما انتم شايفين شوية من الكمون، وهسيبها تاخد غلوتين لأنها كانت مستوية جدا جدا جدا، وهطفي عليها. طبعا مش عايزة أقول لكم بقى على الريحة. هنغرف بقى كده مع بعض كده، خلاص استوت وبقت زي الفل، اخدت كده طعم الصلصة وبس. على كده ده كيلو كرشة وكيلو من الفشة، وعملوا معايا كمية حلوة زي ما انتوا شايفين. ممكن تعمليهم على مرتين زي ما انتوا شايفين كده. كنت عاملة كبدة للولاد لانهم مش بيحبوا الاكلة دي، وعندي بتنجان مخلل، وكمان عملت رز ابيض، هي بتتاكل كده بالرز الابيض، وكمان غرفت اللي هي تتاكل بالعيش، ريحتها وطعمها روعة. جربوا الاكلة دي يا رب تعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.